لو عاوزين تجربوا على الغدا أكلة جديدة وطعمها يطلع تحفة، جربوا تعملوا شرايح اللحم بالبصل المكرمل، طعمها خطير ومعاها صوص تحفة، وكمان طريقتها سهلة جدا. اول حاجه عندي شرايح من اللحمه متقطعه رفيع بالشكل ده، بضيف عليها نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود والملح، 7 بهارات، معلقه صغيره من الثوم والبصل البودر، معلقه كبيره من الصويا صوص. بقلبهم مع بعض كويس جدا وبسيبهم على جنب لحد ما اجهز الرز. في حله على نار هاديه بضيف معلقه كبيره من السكر وبقلب فيها لحد لما تتكرمل وتبقى بالشكل ده. بضيف عليها كوبايتين كبار من الميه المغليه مع ربع معلقه صغيره من القرفه ومكعب من المرقه، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود والملح. بضيف كام فص من الحبهان وبضيف رز بسمتي يكون مغسول ومصفي، وبقلبهم وبغطي النار وبغطي عليه واسيبه لحد لما يستوي. بسيب الرز على جنب على نار هاديه لحد لما يستوى. وبعد كده في طاسه بضيف معلقه كبيره من السمنه او الزبده مع معلقه كبيره من الزيت، وبضيف شرايح اللحمه على نار عاليه ومش بقلب فيها غير لما تبدا تاخد لون. بعد كده بقلب فيها وبشوح فيها دقيقتين لحد ما توصل للون والشكل ده. بطلعها من الطاسه وبسيبها على جنب. وفي نفس الطاسه بضيف معلقه كبيره من السمنه وبضيف بصل متقطع شرايح رفيعه مع معلقه صغيره من السكر، وبقلب فيه لحد لما يبدا يتكرمل. بضيف فصين من الثوم مهروسين، بقلبهم مع بعض شويه. وبعد كده بجيب كوبايه كبيره من الميه المغليه وبضيف عليها معلقتين كبار من صوص الديمجلاس، ده موجود عند اي عطار، وبقلبهم مع بعض لحد لما يدوب. بعد كده بضيفها على البصل وعلى نار هاديه كده بقلب فيهم لحد لما الصوص يبدا يتقل. بعد كده بضيف عليهم نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود والملح، وبضيف شرايح اللحمه تاني عليهم. بخلي النار متوسطه وبقلب فيها شويه، وبعد كده بغطي عليها واسيبها لحد لما اللحمه تستوي. ريحتها بتبقى خطيره وطعمها تحفه. الرز كمان بيكون استوى، بقدمها بالشكل ده جنب الرز وطعمها بيبقى خطير وطريقتها سهله جدا. لازم تجربوا الطريقه دي، متاكده ان هي تعجبكم، وبألف هنا.